إدراج صورة من ملف. يمكنك إدراج صورة من ملف وذلك كما يلي: حدد مكان إدراج الصورة مثلا هنا، ثم من إدراج اختر صورة، ثم حدد مكان الصورة في أي مكان ضمن القرص الخاص بك، مثلا ضمن سامبل بيكتشر لدينا. حدد أي صورة تريدها، ولاحظ أنه يمكن إدراج أي صورة بالامتدادات الموجودة والخاصة بالصور هنا. سوف نختار على سبيل المثال هذه الصورة، يمكن إدراجها بشكل دائم في وورد أو في مستندك بحيث تكون منفصلة عن ملفها الأساسي، أو اختر ارتباط بالملف إذا أردت أن تكون النسخة الموجودة في وورد مرتبطة بالملف الأصلي، وأي تعديل على الملف الأصلي يتم تعديله ضمن ملفك أو مستندك في وورد. اختر إدراج ليتم تضمينها بشكل كامل في وورد. لاحظ هذه الصورة التي تم إدراجها، يمكن عمل ما تريد عليها، يمكن تصغيرها أو تكبيرها أو التعامل معها كما سنتعلم ذلك في الدروس التالية. ضبط الصورة. يمكنك ضبط تباين وسطوع وألوان الصورة بعد تحديدها. حدد الصورة فيظهر شريط أدوات الصورة وبه تبويب تنسيق. اختر السطوع، يمكن اختيار السطوع التي تريده، مثلا نريد سطوع أكبر. لاحظ هنا بمجرد الوقوف على السطوع تظهر السطوع الذي تريده. لاحظ هنا السطوع أقل أو التعتيم. يمكن اختيار السطوع مثلا 10%. يمكن زيادة التباين مما يعطي فروقات بين الألوان. لاحظ هنا تظهر الألوان بشكل أكبر أو الفروقات بين الألوان باختيار التباين أكبر. ويمكن تقليل التباين كما هو واضح هنا فتصبح الصورة باهتة. اختر 20% على سبيل المثال. الآن يمكن ضغط الصورة إن أردت ذلك، وذلك تطبيق على الصور المحددة. يمكن تغيير خيارات الضغط وذلك لإعطاء مساحة أقل للصورة ضمن المستند. انقر على موافق ليتم ضغط الصورة المحددة حسب الخيارات التي حددتها. يمكن إعادة تلوين الصورة واختيار أي نمط تلوين بدون إعادة تلوين لإعادتها إلى الافتراضي. اختر أي نمط ألوان تختاره، مثلا الاقتراب من أي لون من هذه الألوان. يمكن الاقتراب من هذا اللون أو هذا اللون. يمكن اختيار تباينات إضافية إن أردت ذلك. يمكن اختيار أي تباينات من التباينات الموجودة. لاحظ هنا التقريب إلى البرتقالي إن أردت ذلك. يمكن تغيير الصورة بصورة أخرى بالنقر على تغيير الصورة واختيار صورة أخرى بدلا عنها. يمكن إعادة تعيين الصورة إلى وضعيتها الافتراضية باختيار إعادة تعيين الصورة، وبذلك يتم تجاهل كافة التغييرات التي قمت بها. لاحظ هنا يتم إعادة الصورة إلى وضعيتها الأصلية. أنماط الصورة. يمكنك تعديل أنماط الصورة أي وضعها في إطار معين تختاره وذلك كما يلي. يمكن من أنماط الصور اختيار أي صورة من هنا. يمكن التمرير بهذا الشكل أو اختيار هذا الزر واختيار أي نمط من الأنماط الموجودة على سبيل المثال. يمكن اختيار هذا النمط على سبيل المثال أو أي نمط آخر على سبيل المثال. يمكن اختيار أي نمط من هذه الأنماط ليتم وضع الصورة ضمن الإطار المحدد. شكل الصورة. يمكنك تعديل الشكل الذي تظهر به الصورة أي تغيير هذا الشكل إلى أي شكل آخر باختيار شكل الصورة. يمكن اختيار أي شكل من هذه الأشكال على سبيل المثال هذا الشكل. انقر على هذا الشكل ليتم إضافته. لاحظ هنا هذا الشكل، أو يمكن اختيار شكل آخر إن أردت ذلك. يمكن اختيار أي شكل من الأشكال الموجودة. يمكن اختيار هذا الشكل وملاحظة كيفية تطبيقه على الصورة المحددة. حدود الصورة. يمكنك تغيير الحدود الخارجية للصورة بعد تحديدها. من حدود الصورة يمكن اختيار وزن الحد الخارجي أو سمك العرض الخارجي. لاحظ هنا اختر 6 نقاط على سبيل المثال. لاحظ الحد الخارجي. ويمكن تحديد
كذلك نوعه، هل تريده على سبيل المثال مستمر أو منقط؟ لاحظ هنا بهذا الشكل أو هذا الشكل أو هذا الشكل على سبيل المثال. اختر هذا الشكل على سبيل المثال. يمكن كذلك من حدود الصورة تغيير الألوان الخاصة بالحد الخارجي، يمكن اختيار أي لون من الألوان الموجودة على سبيل المثال. ويمكن اختيار بلا مخطط تفصيلي أي بلا حد خارجي إن أردت ذلك. اختر حدا خارجيا معين كما هو واضح هنا. تأثيرات الصورة. يمكنك تطبيق تأثيرات على الصورة وذلك كما يلي. اختر تأثيرات الصورة. اختر أحد التعيينات الموجودة للصورة. يمكن اختيار أي تعيين موجود للصورة، مثلا هذا النوع، ليتم تطبيقه مباشرة على الصورة. لاحظ هذا الشكل. يمكن الضغط على كنترول زد للتراجع. يمكن اختيار تأثيرات تحددها أنت. اختر تأثير مثلا على سبيل المثال، يمكن اختيار أن يكون للصورة ظل من الأعلى أو بهذا الشكل. يمكن اختيار أي نوع من الظلال أو بلا ظل. ويمكن عمل كذلك ظل داخلي إن أردت ذلك. يمكن اختيار أي نوع من هذه الأنواع. ويمكن تغيير خيارات الظل كما سنتعلم ذلك. أو يمكن عمل انعكاسات للصورة. اختر أي انعكاس ولاحظ الانعكاس الموجود هنا. يمكن اختيار أي انعكاس من هذه الانعكاسات الموجودة. ويمكن اختيار توهج للصورة. يمكن جعل حد متوهج خارجيا حول الصورة إن أردت ذلك. لاحظ هذا الشكل المتوهج حول الصورة. اضغط كنترول زد للتراجع. اختر تأثيرات الصورة واختر حواف ناعمة. يمكن اختيار الحواف الناعمة بأي شكل. لاحظ هنا تعطي بهاتة حول الصورة أو غباشة بالمقدار المحدد. يمكن اختيار بدون حدود ناعمة. كذلك يمكن اختيار مجسف مصفوف الحواف. اختر أي نوع من هذه الأنواع لعمل زخرفة بهذا الشكل للصورة. لاحظ بشكل نافر. أو اضغط كنترول زد لملاحظة الفرق. يمكن اختيار على سبيل المثال استدارة للصورة. لاحظ هنا يمكن اختيار هذا الشكل ولاحظ كيف تم التطبيق. اضغط كنترول زد للتراجع. جميع هذه التأثيرات يمكن تطبيقها، والخاصة بأنماط الصور بالنقر على هذا الزر. يمكن تطبيق ما تريد مباشرة باختيار على سبيل المثال التعبئة للصورة إن أردت ذلك، واختيار لون الخط. لاحظ هنا يمكن اختيار خط متصل وتغيير ما يتعلق بحدود الصورة كما تعلمنا ذلك. يمكن اختيار نمط الخط كذلك، وكذلك إضافة الظل وإعداداته. يمكن اختيار أي ظل من الظلال التي رأيناها سابقا، وتحديد كذلك لون الظل وشفافيته وحجمه وكذلك زاويته ومسافته. يمكن عمل تنسيق للأشكال إذا كانت ثلاثية البعد، وكذلك عمل استدارة كما تعلمنا سابقا. أما بالنسبة لتنسيق الصورة فيمكن إعادة تلوينها إلى أي لون تختاره كما تعلمنا في عملية إعادة تلوين الصورة، وهي الخيارات الموجودة في ضبط. كذلك يمكن تغيير ما يتعلق بمربع النص إذا كان الكائن ليس بصورة وإنما شكل.